روج باش دیسا ام و هون و چیروکا پندکی کرد بیجن مابو بروشا بهلول اف چیروک شکوهاتی و اف پند شکوهاتی دبیجن میرک مرجع دانی بو مرج بعربی جر بین شرط مرجع دانی بو ایگو کچکاوی ببه دویگ روجا کیش ایواری را عادل روجه دگولا آفید بمینه دچلد زفستانی ده دبی هرکس سر خورد نویری بو فی هاوی بکرا یک تنه بلنگاز بو كنت أزمري ممري مش خزتي كم عاوي جز مام كش كامير جمرة جزمر مش خبري أزمري من ولو كرما خدابة ما را سبه هذا الرجل مير جير قلت تشديد دقولي دقو والله مرونية جدور ديد شوقك جدور ديد كو ها ديمك لبرويرونية دا خو جرم كريه دا يلا دركف وبراوي دامير شو كش كاخنا دي شو أفي بلنغاز شو بهلول رجو بهلول جربو أزي كارجري بكم بهلول روكي نانك مزن شكر وبامير كر وإلدورا مير وبروش حافة لجورداني لباني وقت بيجن وآجر الخاري داني سرزميني دمجرك ددوس سيدر باسبو قشابو ما تشابو شخارنا ترى تميري والله دم جردبي ليه قبالين رنجو ما بروش لكوي وآجر لكوي وخمناقي يعني بتشلو بكالك وشتيتا ايكو وقت بيجت شوق جدور ده يكي جرم دكه روني جدود يكي جرم دكه كو اف اكرشي وكوشت بكالينه مير بسر الشيخ خد هات كنت بلي دراسته وكتشك دا كتشكا خدا او يه بلنكاس زماني عربي بينشي يقول المثل الكردي هل أصبح طنجرة بهلول؟ القصة تقول بأن أحد الأمراء وضع شرطا لزواج ابنته بأنه أي شاب يتقدم لها يجب أن يبقى في البحيرة أو المياه من المساء حتى الصباح، والجو كان شتاء طبعا قارس. لم يتحمل أحد هذا الأمر. أحد الشباب الفقراء قال أنا ميت لذلك سوف أتقدم لهذا الشرط، فإن مت فبالأصل أنا ميت نتيجة فقري، وإن بقيت فسأتزوج ابنة الأمير. صبر حتى اليوم التالي لم يحدث له شيء في المياه المتجمدة، فقال له الأمير ماذا شاهدت حينما كنت في البحيرة المتجمدة؟ قال شاهدت ضوءا من بعيد. قال إذن أنت قمت بتدفئة نفسك من ذاك النور، وطرده من البيت. قام الشاب الفقير بسبق قصته لبهلول، فقال له بهلول أنا سوف أتصرف في أحد الأيام. قام بهلول بدعوة الأمير وحاشيته إلى عزيمة كبيرة، ووضع الطنجرة علقها في الأعلى والنار وضعها على الأرض. انتظروا كثيرا حتى يستوي اللحم، لم يستوي طبعا. قالوا له ماذا جرى؟ عندما رأوا أين تكون الطنجرة وأين النار فقالوا له هذا أمر غير معقول، كيف سيستوي اللحم؟ قال إذا كيف الشاب يستطيع أن يدفئ نفسه عن طريق نور بعيد منه؟ أدرك الأمير الموضوع فقام بتزويج ابنته لذاك الشاب الفقير. يقال هذا الأمر عندما تتأخر الأمور كثيرا، أو عندما يعدك شخص ولا ينفذ وعده بشكل دقيق أو عاجل، نقول هذا الأمر وأفتشيروكا بندية وسباس جوار.